ازيكم؟ يا رب تكونوا بخير. ان شاء الله هنعمل مع بعض زي ما انتم شايفين كده. شايفين الدونات الجميله دي؟ هنعملها في البيت. هنعمل مع بعض النهارده اجمل دونات في البيت، وهنشوف مع بعض كل عوامل نجاح الدونات، وازاي يبقى هش معاكي وخفيف وما يشربش زيت ويبقى بالجمال اللي انت شايفاه ده. بس قبل ما نبدا الفيديو، دي قناتي ما تنسوش تشتركوا فيها ولايك وشير لو عجبك الفيديو. يلا نبدا. بسم الله الرحمن الرحيم. اول حاجه هنجيب كوبايه حليب وتكون دافيه، مش ساقعه ومش سخنه، تكون دافيه يعني زي ما بيقولوا كده ايه، فتره او زي دمعه العين كده زي ما بيقولوا. تمام كده. وبعدين هنحط عليها كيس خميره فوريه ومعلقه سكر كبيره ونقلبهم على بعض. طبعا الطريقه دي انت بتعمليها لو انت مثلا الخميره عندك بقالها فتره او اول مره تجربيها بتعملي الطريقه دي، لان ممكن لو قعدت عندك فتره بيدخلها رطوبه او حاجه زي كده فما بتشتغلش، فممكن تبوظ العجين كله. فاحنا هنعملها بالطريقه دي ونغطيها ونسيبها 10 دقايق. لكن لو انت لسه مستخدماها بتحطي المقادير كلها على بعضها. تمام كده. احنا قلبناها وهنحطها نغطيها ونحطها على جنب ونسيبها 10 دقايق. ومعانا طبعا بقيه المقادير بتاعتنا، انا هكتب لكم المقادير كلها بالترتيب في صندوق الوصف. بعد 10 دقايق طبعا شايفين الفقاقيع اللي في الخميره دي اللي في الحليب، هنجيب بقى العجان بتاعنا وهنحط الحليب والخميره اللي احنا عملناهم ونبدا بقى نحط عليهم بقيه المقادير بتاعتنا. اول حاجه هنحط بيضتين برضو يكونوا بدرجه حراره الغرفه وعليهم كيس فانيليا. كل المقادير بتاعتنا النهارده تكون بدرجه حراره الغرفه. تمام كده. ونجيب بقى الدقيق بتاعنا نص كيلو او 3 كوبايات ونص دقيق، يعني هما نص كيلو بحوالي 3 كوبايات ونص دقيق. وانا بحب احط على المعجنات بتاعتي معلقه حليب بودره. لو انا عجنه بالميه الدافيه او بالحليب الدافي احب احط برضو معلقه حليب بودره، بتدي كده هشاشه وطعم جميل للعجين. نحط معلقه حليب البودره، وكمان هنحط معلقه ملح صغيره ومعلقه بيكنج باودر. معلقه واحده مش الكيس، انا بحط من الكيس بس انا حطيت مقدار ما يوازي معلقه واحده بس. ودي المقادير بتاعتنا كلها. هنبدا بقى نشغل العجان عليها. بنبدا نشغل العجان. انا غطيته كده من فوق عشان الدقيق ما يعملش تناثر ويبهدل الدنيا لحد ما يتعجن. هنشغله على سرعه متوسطه. لو انت شغاله بالعجان زي كده بياخد من 3 ل 5 دقايق عجن، لكن لو انت شغاله بايديكي بيبقى من 7 ل 10 دقايق، ما يقلش عن 7 دقايق. وبعد كده بقى معانا معلقتين كبار او 3 معالق كبار زبده برضو بدرجه حراره الغرفه، هنحطهم على العجين بتاعنا ونشغل العجان شويه تاني حوالي كمان 3 دقايق. طبعا لما نحط الزبده هتحسي شكل العجين بقى متقطع كده، لكن ما تقلقيش هو يرجع يلم لوحده تاني. طبعا هي لمته بقت بالشكل الجميل اللي انتوا شايفينه ده. هنجيب بقى بوله وندهنها زيت بسيط جدا، ونجيب العجين بتاعنا ونغطيه بكيس بلاستيك او ستريتش رول، ونحط عليه كمان فوطه، ونحطه في مكان دافي او في مكان عادي في الجنب لمده ساعه او ساعه ونص كمان، لان احنا الجو اليومين دول ايه، الدنيا شتاء والجو برد. تطلع العجينه زي ما انتم شايفينها كده بتلمع وجميله. شايفين عامله ازاي؟ جميله جدا وبتلمع معانا. انا هقسمها نصين عشان ما تبقاش كبيره. وهتجيبي بقى معاكي المفرش بتاع العجين او الرخامه زي ما انتي بتحبي يعني تشتغلي. الحته العجينه اللي اتبقت مني بحطها في الجنب وبغطيها برضو، يعني طول ما انتي شغاله بالعجين وفي حاجه في باقيه لازم بتغطيها. ونبدا بقى نفرد مع بعض العجينه بتاعتنا. هنفردها السمك بتاعها ما يبقاش رفيع قوي، مش زي مثلا لما بنكون بنعمل معجنات تانية السمك يكون رفيع، لا، هنفردها ويكون السمك بتاعها تخين شويه. ليه بقى؟ عشان تبقى مليانه معانا لما تيجي تقليها تبقى منفوخه وجميله كده. تمام. انا قطعتها عندي قطعه دوناتس، هي بتقطع بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، بس الفيديو بتاع قطعه الدوناتس ما جاش بصراحه. ايوه شفتوا اللي انتوا شفتوها دلوقتي دي. تمام كده. هنبدا بقى نقطعها ونجيب ورق زبده ونحط عليه العجينه بتاعتنا ونسيبها ونغطيها برضو حوالي تلت ساعه. ده شكلها هو بعد ما حطيناها على الصينيه على ورق الزبده. نغطيها بقى ونسيبها تلت ساعه. دي بقى بقيه العجينه التانية بتاعتي. انا عملتها مش مفتوحه عشان يبقى فيه مفتوح وفيه مش مفتوح. وطبعا كل العجينه الزياده اللي احنا بنشيلها دي بنبططها ونعيد عليها من الاول تاني عشان نطلع منها دونات تاني. بعد كده بقى اللي يخلي الدونت بتاعنا ما يشربش الزيت، ان الزيت، ودي اهم حاجه في نجاح الدونت، ان الزيت ما يبقاش سخن جدا.
طبعا لو عندك ترمومتر انت بتشوفي درجه حرارته تبقى حوالي 160، لكن لو من غير ترمومتر بتشوفي الفقاقيع، اول ما الفقاقيع بتاعته تطلع بتبداي ايه تشوفيه، تحطي الزيت، ما بياخدش وقت خالص زي ما انت شايفه كده، بسرعه جدا وبيستوي بسرعه. يبقى الزيت ما يبقاش سخن. طب انت هتقولي ايه، طب لما الزيت ما يبقاش سخن في الاول، طب بعد كده بنشيل الصينيه بتاعت الزيت بتهدى شويه وبعدين نحطها تاني، يا اما نشتغل في صينيتين نشيل واحده ونحط واحده. نبدا بقى طبعا التزيين دوت بقى تبع رغبتك انت، بتحبي بقى انا جايبه هنا شوكولاته بيضه وشوكولاته بني ولوتس، اللي هي ايه هي مش لوتس يعني هي روتس، تمام. وجايبه طبعا الشوكولاته البيضاء والبني سما، بتعمليهم على حمام ميه سخنه او تحطيها في الميكرويف، تحطي عليها معلقه زيت وتقلبيها وتحطيها في الميكرويف 30 ثانيه وتطلعيهم بيبقوا سايحين بقى قدامك كده، وتبداي بقى ايه تزيني الدونتس بالطريقه اللي تعجبك. انا كان عندي اللي هو الاوريو، طبعا برضو مش اوريو طبعا عشان مقاطع، احنا مقاطعين الحاجات دي كلها فبنجيب كله مصري. انا بجيب الاوريو واللوتس البسكوت دوت من عند مستلزمات الحلواني، بيبيعهم بالكيلو كده، بتجيبي ربع كيلو، بتجيبي 8 كيلو اللي انت عايزه تستخدميه تعملي بيه كل الحلويات. طبعا احنا كنا بنزوق اللي هي المفتوحه من النص بالشكل اللي انتوا شفتوه دوت بالشوكولاته وكده. هنجيب بقى معانا اللي هي المقفوله، بنعملها بسكر من بره، وبعد كده زي ما انتوا شفتوها في الاول بفتحها بالسكينه الاول، وبعد كده احطها في سكر من بره، واجيب بقى الايه الشوكولاته السايحه بتاعتي احطها في قرطاس يعني او كيس بلاستيك او كيس حلواني. كيس الحلواني مش غالي خالص يعني تقريبا الواحد بجنيه او حاجه زي كده، وبعد كده ايه نعبيه بقى من جوه، وابدا بقى ايه احط على الدونتس بتاعي زي ما انا عايزه، بعد ما زينته بالشوكولاته كله، بالشوكولاته البني باللوتس والشوكولاته البيضه. ابدا بقى احط عليه بسكوت، بسكوت مكسر او بسكوت زي ما انتم شايفين كده قطع. وهو عموما التزيين تبع رغبتك يعني زي ما انت حابه. دولت شايفين دول الكور الصغيره اللي كانت طالعه من الدوناتس المفتوح ده، شفتوا بقى شكله جميل ازاي، ان شاء الله يعجبكم. وطبعا هنسيبه بقى بتاكليه سخن بتاكليه بارد، طبعا لما بيبرد بيبقى جميل وتحفه جدا. واتمنى الفيديو يعجبكم، يا ريت تجربوا الوصفه وتقولوا لي رايكم فيها، واشوفكم ان شاء الله في فيديوهات جديده.